أبدعنا. كثير ذكي. فتة اليالنجي اللي رح تنسوا كل الفتات من بعدها. مزيج النكهات اللي فيها مش عادي. سيف للفيديو. يلا نبلش. زيت الزيتون على النار، بننزل عليه البصل، بنقلبه شوي، بننزل البندورة ومعجون البندورة. ورق العنب بنقطعه بننزله عليهم، بنضيف عليه المي المغلية وبنتركه ليستوي تقريبا نص ساعة. وللصوص بدنا لبن وطحينية، ليمون وسنتون، ملح وفلفل أسود. بنحركهم سوا كتير منيح لحد ما يوصلوا لهذا القوام، وهيك الصوص بيكون جاهز. والرز مغسول منقوع بننزله على الطنجرة. بقدونس، نعناع، ودبس رمان. البهارات كلها بالكابشن. بالآخر شطة مجروشة ونعناع ناشف. نقلبهم سوا وبنترك الرز ليستوي مدة ربع ساعة. بعد الاستواء بننزل الليمون وبنترك الرز يتشرب كل النكهات. بعد ما تبرد شوي بنضيفها بصحن التقديم، وبنضيف فوقها صوص اللبن. والخبز المحمص صار جاهز، بنضيفه على الوجه، وبنضيف شوية رمان، وآخر شي رشة بقدونس. ولا تنسوا الصحون الصغيرة، وبالصحة.